مصارعين كتير في تاريخ ال WWE مسيرتهم اتغيرت بعد ما كسبوا في راس المنيا، لأن زي ما احنا عارفين هي أهم عرض في السنة. ومن المصارعين دول ستون كولد لما كسب شون مايكلز في راس المنيا 14، جون سينا لما كسب JBL في راس المنيا 21، وباتيستا لما كسب تريبل اتش برضو في راس المنيا 21. وانا عايزك تقولي اي مصارع تاني انت شايف ان مكسبه في راس المنيا حول مسيرته للأفضل. وعشان المكسب في المنيا بيغير مسيرة المصارعين، اكيد حاجه مش حلوه انك تبقى من المصارعين اللي في القايمه دي. فدول 10 مصارعين ما كسبوش في المنيا. يلا بينا. رقم 10 ارتروس. بالرغم من ان ارتروس اللي عنده 52 سنه، انا عايز اعرف ازاي الراجل ده عنده 52 سنه شارك في 8 ماتشات في راس المنيا، 5 منهم في العرض الرئيسي و3 في الكيك اوف، الا انه ما كسبش ولا ماتش. واول ماتش ليه في المنيا كان في راس المنيا 26 مع جون مورسون في ماتش تاك تيم ضد شو ميز، اللي هو البيك شو ذا ميز، على أحزمة التكتيم. وطبعا خسروا الماتش، وخسروا في 3 دقايق و20 ثانية. ومن هنا بدأت سلسلة الهزائم بتاعته. وسؤال صغير كده، هو في حد فاكر أصلا إن جون مورسون وأرتروس كانوا تيم؟ بس المهم كان في تيم تيدي اللي خسر من تيم جوني في راس المنيا 28، وخسر في الأندري ذا جاينت باتل رويال في راس المنيا 30 اللي كسبها سيزارو، وخسر في ماتش السلالم على حزام القارات في راس المنيا 31 اللي كسبه دانيال براين، ورجع تاني للأندري ذا جاينت باتل رويال في راس المنيا 32 وخسر برضه لان اللي كسبها بارون كوربن. والتلاتة التانيين اللي شارك فيهم بس في كيك اوف هم راس المنيا 27 و33 و34. بس ارتروس عنده فرصة السنة دي بعد ما رجع وقرا في الجاجمنت داي في حياتهم انه يكسب في المنيا ويكسب أحزمة التكتيم مع زاميز في ماتش السلالم. فهل يفعلها المعجزة ارتروس ويكسب في راس المنيا؟ قول لي رأيك تحت. نروح لرقم 9 ويد بارد. ويد بارد واحد من اكتر المصارعين اللي WWE اهدرت موهبتهم، سواء كقائد للنكسس اللي انا عامل لهم فيديو ارجع شوفه بعد ده، او كباد نيوز بارد، فللاسف معرفش يوصل للي متوقع منه. ومفيش حاجه توضح الموضوع ده اكتر من ارقامه في راس المنيا. ويد بارد لعب 3 ماتشات في المنيا وخسرهم، منهم ماتشين في العرض الرئيسي وماتش في الكيك اوف. واول ماتش للفائز باول سيزون من NXT والمعلق الحالي لسماك داون كان مع هيث سليتر وجاستن جابرييل وإيزيكيل جاكسون لما كانوا عاملين فريق زاكور ضد تاك تيم فيه كين والبيك شو وسانتينو ماريلا وكوفي كينغستون في راس المنيا 27. وطبعا ويد بارد واللي معاه خسروا. والماتشين التانيين واحد كان ضد زاميز في بري شو 29 لما خسر حزام القارات وكسبه تاني في الليلة اللي بعدها في عرض الرو، وخسر حزام القارات تاني في ماتش السلالم في راس المنيا 31، ايوه اللي كان مع ارتروس اللي كسبه دانيال براين. بس بعد اعتزاله في 2016 ما اظنش ان في فرصة انه يكسب ماتش خلاص. ومن مصارع انجليزي لمصارع انجليزي تاني، وهو رقم 8 ويليام ريجل. ويليام ريجل واحد من اكتر المصارعين اللي ليهم احترامهم في عالم المصارعة، واحد من اعلى المصارعين التكنيكال في التاريخ، والهم وساعد مصارعين كتير زي براين دانيelson وبيت دان وويد بارد. وتفتكر انه كسب على الاقل ماتش في المنيا، بس للاسف لا، هو لعب ماتشين في المنيا وخسرهم. واول ماتش فيهم كان في واحده من افضل نسخ راس المنيا في التاريخ، راس المنيا 17، وكان الماتش الافتتاحي ضد كريس جيريكو على حزام القارات، وكان ماتش كويس بالنسبه ل7 دقايق. بس طبعا ويليام ريجل خسر. وفي منيا 18 ويليام ريجل كان برضه في الماتش الافتتاحي وبرضه على حزام القارات، بس المره دي كان هو البطل وكان ضد روب فان دام، وطبعا خسر الماتش. بس انك تبقى الماتش الافتتاحي في المنيا مش حاجه سهله، فبرغم الخسارتين الا انك تعرف الثقة اللي WWE كانت مديها ليه عشان يبدأ العرض. بس كان ناقصها مكسب، بس عادي. نروح لرقم 7 بيج اي واكزيفير وودز. لما كوفي كينغستون كسب حزام WWE في راس المنيا 35، ده كان تاني مكسب ليه في المنيا، بس برضه هيفضل متفوق على الاتنين اللي معاه اللي ما كسبوش ولا ماتش في المنيا. اكزيفير وودز شارك في 5 ماتشات خسرهم كلهم طبعا، وبيج اي شارك في 7 خسرهم برضه. وبيج اي اول ماتش ليه في المين روستر كان في راس المنيا 29 في ماتش تاك تيم مع دولف زيجلر، وكان ضد تيم هيل نو وطبعا خسروا. واكزيفير وودز اول مشاركه ليه في المنيا كانت في الاندري ذا جاينت باتل رويال في راس المنيا 30، وبيج اي كان معاه في نفس الماتش والاتنين خسروا، وسيزارو هو اللي كسب. وبيج اي واكزيفير وودز يظهروا بعدها تاني وهم مع بعض في النيو داي لما واجهوا الليج اوف نيشنز في راس المنيا 32، وبيج اي خسر حزام القارات لابولو كروز في راس المنيا 38. ومفيش اي ثنائيه من النيو داي او حتى الثلاثه مع بعض عرفوا يكسبوا ماتش في المنيا. وكزيفير وودز ما شاركش في ولا ماتش 1-1 في المنيا برضه.
بس على الأقل عنده فرصة السنة دي إنه يكسب أول ماتش ليه في المنيا في ماتش السلالم على أحزمة التكتيم. تفتكر هيعملها؟ ونشوف بيج إيه لما يرجع من الإصابة هيعمل إيه. ونروح لرقم 6 راي باك. لما تبص على راي باك هتلاقي فيه كل الحاجات اللي بيحبها فينس ماكمان في المصارع، اللي أهمها طبعا العضلات. بس بالرغم من ده راي باك ما كسبش في الماتشات المهمة، وفي المنيا لعب 4 ماتشات وخسرهم كلهم. وفي أول ماتش ليه في راس المنيا 29 وبشكل غريب خسر من مارك هنري لما حاول يعمله الشيل شوك، بس وقع على وشه ومارك هنري ثبته وكسب. والليلة اللي بعدها في عرض الرو دخل في عداوة مع جون سينا. طب ليه خسرتوه يا جدعان؟ ما تفهمش. والثلاث مشاركات اللي بعدها في المنيا كانوا في الكيك اوف. في منيا 30 كان في ماتش تاج تيم رباعي مع كيرتس اكسل ضد لوس ماتادوريس والريل امريكانز جاك سواجر وسيزارو والأوسوس هم اللي كسبوا الماتش. وفي منيا 31 كان موجود في الأندر ذا جاينت باتل رويال اللي كسبها البيك شو. وفي منيا 32 معرفش ياخد حزام الولايات المتحدة من كاليستو في واحد من آخر ماتشاته مع الشركة اللي سابها في نفس السنة اللي هي 2016 في شهر 8. فما اظنش ان في فرصة ان هو يكسب ماتش في القريب يعني. نروح لرقم 5 شينسكي ناكامورا واحد من افضل المصارعين اللي من اليابان، بس انا بحس ان هو منجحش او معرفش يقدم اعلى حاجة عنده مع الدبليو دبليو اي. يمكن الفترة اللي فاتت كان كويس، بس عمري ما حسيت ان هو وصل لاقصى حاجة عنده، وده واضح في رقمه في راس المنيا. شارك في 3 ماتشات خسر ال3. اول ماتش فيهم كان بعد ما كسب رويال رامبل 2018 ضد ايجي ستايلز في راس المنيا 34 على حزام الدبليو دبليو اي. والتوقعات على الماتش انه كان هيبقى ماتش اسطوري وتاريخي، بس للاسف الماتش خيب التوقعات. هو كان كويس بس ما كانش بنفس مستوى ماتشهم في اليابان، وده كان اخر ماتش فردي ليه في العرض، لان بعد كده لعب ماتشين تكتيم. اول واحد مع روسيف في راس المنيا 35 في ماتش تكتيم رباعي على حزام التكتيم سماك داون ضد أليستر بلاك وريكوشي زبار شيماس وسيزارو والأوسوس هم اللي كسبوا. وفي راس المنيا 38 وعلى حزام التكتيم سماك داون برضو يخسر مع ريك بوجز ضد الأوسوس، وما عندوش ماتش في المنيا السنة دي. فهنشوف بقى السنة اللي جاية إذا كان هيحقق أول مكسب ليه ولا لأ. ونروح لرقم 4 سايكو سيد. سواء انت عارفه كسايكو سيد فيشس، سيد جاستس او سيد بس، فهو ليه حضوره كمصارع حتى لو هو مش احسن مصارع في الدنيا. والراجل كسب حزام الدبليو دبليو اي مرتين وحزام العالم للوزن التقيل في دبليو سي دبليو مرتين، ولعب ماتشين في المنيا والاتنين كانوا في المين ايفنت. واول ماتش فيهم كان ضد هالك هوجن في راس المنيا 8، والماتش ده مش مشهور عشان جودة المصارعة اللي فيه لانها كانت وحشة، بس عشان نهاية الماتش اللي كان فيه اخطاء. وتقول لي ازاي؟ هقولك ازاي. هوجن عمل الليج دروب بتاعته لسيد، والمفروض ان مصارع اسمه بابا شانجو يدخل ويهاجم هوجن عشان يسبب فوزه بالدي كيو، بس بابا شانجو طلع متأخر، طلع بعد الماتش، فسيد اضطر انه يفك التثبيت. ومدير سيد اللي هو هارفي ويبلمان هو اللي اتدخل وهاجم على هوجن، فهوجن كسب بالدي كيو. وبابا شانجو طلع اخيرا عشان يكملوا ضربه في هوجن ويطلع الالتيميت وورير وينقذ الموقف. والماتش التاني كان ضد الاندرتيكر في راس المنيا 13، وعشان ده الاندرتيكر وفي راس المنيا فسايكو سيد خسر. ونروح لرقم 3 الدادلي بويز واحد من افضل التاك تيمز في التاريخ، اللي غيرت وطورت مصارعة التاك تيم، وكسبوا حزمة التاك تيم في الدبليو دبليو اي 9 مرات. وتفتكر ان هم اكيد كسبوا ماتش في المنيا، بس لا، هم لعبوا 5 ماتشات وخسروهم. واول ماتش كان في راس المنيا 16 او راس المنيا 2000 في ماتش السلالم الثلاثي ضد الهاردي بويز وايدجي وكريستيان هم اللي كسبوا الماتش. وبعدها بسنة في راس المنيا 17 يحصل ماتش التي ال سي الاسطوري بين نفس ال3 فرق، وايدجي وكريستيان يكسبوا برضه. وفي الماتشين اللي فاتوا دول الدادلي بويز كانوا داخلين الماتش وهم الابطال. وفي المنيا اللي بعدها راس المنيا 18 يخسروا في ماتش تاك تيم رباعي اقصائي لبيلي جان وتشاك بالامبو. وفي راس المنيا 20 يخسروا في ماتش رباعي برضه، بس المرة دي مش اقصائي، لبوكر تي وروب فان دام. وده كان اخر ماتش ليهم على الكارد الرئيسي للعرض، عشان اخر ماتش ليهم جه بعد 12 سنة في الكيك اوف في راس المنيا 32 لما خسروا من الأوسوس. هل في فرصة يرجعوا في المستقبل ويكسبوا؟ ما ظنش. ونروح لرقم 2 بوب باكلند اللي في الهول اوف فيم، معروف بانه صاحب تاني اطول فترة بحزام الدبليو دبليو اي في التاريخ ب 2135 يوم، وصاحب اطول فترة
هو طبعا برونو سان مارتينو ب 2803 يوم. اوعى تكون بتفكر يا عم اتش تخلي رومان اطول فتره في التاريخ، اوعى. بس نرجع للمهم. بوب باكلاند حتى مع كل الفتره دي تفتكر انه يمكن كسب ماتش في المنيا، بس في الحقيقه لا، هو لعب ماتشين وخسرهم بشكل وحش كمان. في اول ماتش في راس المنيا 9 خسر من ريزر رامون في اقل من 4 دقايق برول اب، والماتش التاني كان في راس المنيا 11 وخسر من بريت هارت في ماتش اي كويت بعد ما بريت هارت خنقه بالفينش بتاعه وخلاه يقول اي كويت بصعوبة. ونروح لرقم 1، جولداست. جولداست يعتبر حالة غريبة شوية، هو لعب 12 ماتش خسر 10 منهم، وفي 2 يعتبر خسرهم، وهفهمك حكاية يعتبر دي. و7 ماتشات كانوا في المين كارد للعرض، ودول اللي هتكلم عليهم. اول ماتش خسره كان في راس المية 12 ضد رودي بايبر، في ماتش بدأ في كواليس استوديو في هوليوود وخلص في القاعة اللي فيها العرض. هو الماتش كان من غير حكم وخلص بهروب جولد داست من الماتش بعد ما رودي بايبر ده شماله ضرب، فده من الماتشين اللي جولد داست يعتبر خسرهم. وخسر في راس المية 13 من تريبل اتش، وخسر ماتش ميكس التاك تيم في منيا 14، وخسر في راس المية 15 في ماتش على حزام القارات، وكان ماتش رباعي ضد رود دوج، فال فينيس، وكين شامروك، واللي كسب هو رود دوج. وفي راس المنيا 18 يجي الماتش التاني اللي يعتبر خسر فيه، كان بيواجه ميفن على حزام الهارد كور، فدخل سبايك دادلي في وسط الماتش عشان الحزام ممكن يحصل تثبيت في اي وقت، فسبايك دادلي كسب الحزام ويهرب ومصارعين يجروا وراه، وطول العرض كل شويه حد يكسب الحزام لحد ما في الاخر ميفن كسب الحزام وهرب، فجولد داست يعتبر خسر برضه ويختفي من الكارد الرئيسي للعرض لمده 12 سنه قبل ما يظهر في الاندري ذا جاينت باتل رويال في راس المنيا 30 اللي كسبها سيزارو، ومره كمان في راس المنيا 32 اللي كسبها بارون كوربن. ونسخ الراس المنيا اللي خسر فيها في كيك اوف هي راس المنيا 22، راس المنيا 26، راس المنيا 31، راس المنيا 33، وراس المنيا 34. الغريب بالنسبه لي ان واحد زي جولد داست قعد مده طويله قوي في الشركه ما كسبش ولا ماتش في المنيا، وما اظنش ان في فرصه يكسب قريب لان اظن ان هو هيعتزل في اي دبليو. ودول كانوا 10 مصارعين ما كسبوش في راس المنيا. قولي لو في اي مصارعين تانيين ما كسبوش واكتب اساميهم تحت في كومنت وممكن نعمل جزء تاني. وما تنساش لو عجبك الكلام ادي لايك وادي سبسكرايب وتسيب رايك ازاي نطور المحتوى ورايك في